السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. برحب بكم من مطبخ ام انس، يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما حبايب قلبي واعجبكم. اسفة على التأخير حبايب قلبي، كان في ظروف صعبة تحكم عليا ان انا ما انزل لكمش اي حاجة خالص، والقناة بقالها فترة كتيرة ما تنزلش عليها حاجة. بس رجعنا مع بعض وشجعوني كده، والكومنتات الجميلة بتاعتكم اللي كانت بتبسطني وبتعجبني جدا شجعوني بيها كده، وايدكم في ايدي نكبر القناة تاني مع بعض كده بسم الله حبايب قلبي. هنعمل النهاردة مع بعض. كنت في الزيارة كده عائلية، ولقيتهم بيعملوا عيش بلدي وأبابير بسكر من بتاعة زمان. الله بقى على الريحة والله على المنظر. أكلنا عيش سخن بلدي وكمان أبابير بسكر وعليها سمنة بلدي. ما شاء الله حبايب قلبي بالمنظر ده. ونشوف مع بعض بقى الأبابير بتاعتنا الجميلة ديت بتاعت زمان، ست وستك وأمهاتنا الجمال كده. الناس البركة ديت كانت دايما بتعملها لنا على طول. ودايما الخبيز كان بيكون تقريبا لو كل يوم ويوم أو يومين أكتر حاجة خالص، لو مخبزناش بيكون كل أسبوع. وكل مرة كنا بنعمل الأبابير الجميلة ديت من ايديهم. العسل كانت بتبقى جميلة جدا. طبعا انا رحت متأخر فما حضرتش العجين بتاع هو ايه بالمكونات وكده، بس اقدر اقول لكم عليها. اللي هو بيكون الدقيق بقى وشوية من الخميرة ويعني لو حابة ان انت تضيف عليه علبة زبادي او كوباية من اللبن الرايب. تمام. وشوية ملح بقى والخميرة وشوية سكر برضو. معلقة مثلا من السكر على نص معلقة من الملح على حسب كمية الدقيق اللي انت بتعملها حبيبة قلبي. وبيكون العجينة بتاعتك تخدميها بقى كويس وتعجنيها كويس، بتطلع معاكي زي الفل وتسيبها تتخمر. وبعدين تخبزيها وتعمليها بالطريقة الجميلة ديت. في الوقت ده حبايب قلبي بقى احنا على طول بقى على الابابير بتاعتنا الجميلة ديت. لحقتها اصور منها حبة يعني واوريلكم الفيديو الجميل البسيط الصغير دوت. اللي مكوناته سهلة جدا وجميلة جدا، بس بتعجب الاولاد طبعا بينبسطوا بها جدا. واحنا كمان يا كبار بنحب طبعا الحاجات بتاع زمان وخير زمان ديت. فدايما كنا بنحب ناكلها فحبيناها كمان. الله لو الزمان يرجع يا زمان بينا تاني ونخبز كل يوم عيش صابح، عيش جميل كده وأبابير وجميلة كده يعني حاجة كده صبحة وطلع سخنة من الفرن بناكلها. جربوها بألف هنا على صحتكم حبايب قلبي. طريقتها سهلة جدا وجميلة جدا وطعمها كمان روعة. شايفين زي ما انتوا شايفين كده بنفرد العيش ونضيف في قلبه السكر ونضيف كمان قطع من السمنة البلدي ونقفلهم بالطريقة اللي انتوا شفتوها ديت. وده الفرن حبايب قلبي مولع معانا هو بقى على درجة حرارة متوسطة. وبنحط بقى الابابير بتاعتنا في قلب الفرن كده بالمنظر الجميل دوت، تتحمر كده من فوق ومن تحت وتستوي وتدينا اللون الذهبي الجميل المنقط المحمر الجميل ده. بسم الله ما شاء الله حبايب قلبي. طريقته سهلة جدا، شكله جميل جدا، طعمه اجمل طبعا، وريحته كمان طبعا عيش صابح يعني حاجة كده ما شاء الله تحفة. في الوقت دوت بقى العيش بتاعنا والابابير خلصوا وخلاص طلعناهم من الفرن اهوت. شايفين المنظر جميل جدا. هنا اختي بقى بتبل ايديها من المية وبتحط عليهم علشان الابابير بتاعتنا تكون طرية ومش عاملة على الوش دقيق كده ولا حاجة. وده العيش بتاعنا حبايب قلبي اللي انا ملحقتش ان انا اصوره معاكم، بس شكله جميل جدا. عارفة ان الفيديو بتاعنا قصير قوي ما خدش وقت يعني، بس يا ريت تعملوا بقى اشتراك للقناة وتعملوا كمان لايك للفيديو الجميل دوت البسيط كده حبايب قلبي. بحس ان بترفعوا من روحي المعنوية طبعا بالكومنتات بتاعتكم الجميلة، ما تحرمونيش منها. الابابير زي ما انتم شايفين كده